حرام قوي اكل بالمنظر ده والشكل ده ومحدش يعرفه. نكمل بقى سلسله دعم المشاريع الصغيره، فشير وسيف للفيديو منشن لصاحبك عشان المكان ده فعلا يستحق الدعم. المكان اسمه طاجن ستي في مدينه نصر. اول ما بتخش كده قاعده كوزي، ترابيزات، قاعده عربي، ديكوريشن لطيف. قعدت بقى تعالى اقول لكم بقى طلبت ايه. جبت اكتر حاجات بتطلب عندهم وكمان حاجات انا بحبها، فيلا بينا نشوف جبت ايه وايه اللي عجبني وايه اللي عادي واي كلام. يلا بينا نبتدي باول حاجه بقى الشوربه. دي شوربه كوارع للاسف ماليش فيها، نركن دي على جنب. هات بقى لسان عصفور، قلب قلب مع عصره ليمون يا معلم، ويلا بينا بسم الله. حلو، لسان عصفور بيتي جامد. لا حلوه صح، حلو يعني. طاجن رز معمر بالحمام. عايز اقول لكم ان الطاجن ده بالنسبه لي اكتر طاجن بحب. افتح كده يا معلم ويلا بينا بسم الله. بعيد عن كميه حمام كتيره، بس هو الصراحه مش طبيعي، من اجمل طاجن رز معمر اللي اكلتها في حياتي تقريبا. يعني لو انا في دماغي 2 أو 3 هو منهم خلاص دلوقتي، يعني هو بقى من التوب 3 بالنسبه لي. لا جامد قوي 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 قوي. حلو قوي قوي. ده بقى طاجن باسم المحل، طاجن ستي. عباره عن ايه؟ كوارع ماليش فيها، عكاوي، كفته داوود باشا، لحمه كده بخلطه بصل كده. يلا بينا بسم الله. كده اول حاجه الكفته، كلها حاف كده الصراحه. بسم الله. الخلطه اللي بالبصل دي عظيمه. لا ناخد اللحمه كده، اوبا اللحمه مستويه مع الخلطه كده بتاعتها. بسم الله. الطاجن ده وهمي. عكاوي بقى، عفوا دي بقى ما ينفعش تتقطم دي. ناخد العكاوي كده، اوبا سخنه سخنه سخنه. بسم الله. العكاوي حلوه كده، بردت شويه، نمسكها بقى، نعرف نمسكها. طاجن ستي ده فظيع فظيع فظيع. عايز اقول لكم ان طاجن ستي ده انا اجيله مخصوص، ناقصه حاجه واحده بس، رز بالشعريه جنبه كده وكده كملت. طبعا اكل شرقي يبقى لازم ملوخيه. قطع كده العيش ودن القطه، يلا بينا بسم الله. بص ملوخيه بيتي، الطشه بتاعت البيت، فاهم؟ مفيش اي اختراع يعني. ملوخيه جميله كويسه حلوه. ده بقى طاجن ورق عنب بالكوارع. للاسف ماليش في الكوارع، بس صاحبي اللي كلها عجبته قوي. دي بقى صينيه مشاوي كده، عملت ميكس من كل حاجه عندهم، كفته، طرب، كباب، سجق، سمبوسك، ممبار. يلا بينا بسم الله. ممبار لطيف، كان نفسي بالرز يبقى سبايسي جوه الخلطه بتاعته، بس هو ممبار حلو. الطرب يلا بينا. منديل قليل، كفته كتير، يلا بسم الله. الطرب جميل والله. طبعا مشاوي يعني طحينه، غرق كده بقى ايه، طرب في الطحينه. بسم الله. لا الطرب حسين. خش بقى الكفته حلوه. اكتر حاجه عجباني ان طعم اللحمه باين قوي، يعني التوابل قليله، اللحمه باينه يعني اكتر من التوابل ايه يا دوب ملح وفلفل اسود كده وتمام. طبعا مشاوي يعني طحينه، غرق كده في الطحينه. بسم الله. انا مش عارف من غير الطحينه بالنسبه للمشاوي هتتاكل ازاي الصراحه. حاسس ان ما ينفعش اكل مشاوي من غير طحينه. نخش بقى على السجق. بسم الله. مش ناشف يعني، السجق المشوي بحسه بيبقى ناشف، لا ده بص طري جامد. الكباب يلا بينا. لطيف يعني، الكفته والطرب والسجق اجمد بكتير. يعني انا لو اجيب مشاوي لا خليني في الكفته والسجق والطرب. الكباب عادي. خش بقى على الفراخ، اوبا القطع كده يا معلم. تتبيله الفراخ حلوه قوي، بس هي مستويه قوي ومتتبله تتبيله جامده. نخش بقى على الحمام المشوي. قطع كده يا معلم وافتح بسم الله. خلطه الرز طعمها مش طبيعي، لا حلو قوي. ناخد بقى حته لحمه كده بتاعت حمامه، يلا بينا. لا الحمام جامد، الرز اللي فيه تتبيلته وخلطه مش طبيعيه. فتة رز باللحمه شكلها حلو قوي الصراحه. معلقه رز الاول كده ايه بالصلصه والعيش اللي جوه. بسم الله. عارف الجامد ايه؟ ان العيش رغم ان هو جوه المفروض يكون طري، لا في ايه قرمشه، فده بيعجبني يعني بصراحه. ناخد بقى حته لحمه كده على الرز على الفته. طلع يا معلم بسم الله. عايز اقول لكم الصلصه مش طبيعيه، الصياعه في الصلصه. هم عاملين صلصه كده فيها توم وكل حاجه اكيد زي الطبيعي، بس مش عارف بقى فيها حاجه غريبه كده يعني، فيها فليفر كده مش طبيعي. واللحمه دايبه مع الرز والعيش لا فتة لحمه زي ما الكتاب. من الاخر طاجن ستي كواليتي وتيست، وفوق كل ده الاسعار ولا كلمه. وكمان اللوكيشن عالمي، مدينه نصر 75 شارع ابو دود الظاهري. فشير وسيف الفيديو منشن لصاحبك عشان المكان ده فعلا يستحق الدعم. وهفضل اقولها كل فيديو، نشير اي حاجه بتدعم القضيه. الدعاء نبطل نجيب اللي ما يتسموش.